السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة الكحك الفلاحي الدايب دوب على طريقة أجدادنا مع طريقة تشكيل عصرية وجميلة. وكحك النهاردة هنحشيه ملبن، تقدري تحشيه عجوة وممكن تعمليه سادة من غير حشوة، وهنضيفله مكون يخليه خفيف على المعدة. تابع معايا لآخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، لايك وشير كتير للفيديو، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ الوصفة. شايفين شكله حلو ازاي؟ طريقة التسوية ناجحة جدا والاشكال لسه زي ما هي، مرحتش من عليه. عايزة اقولك حاجة مهمة قبل ما نبدأ الوصفة، لازم يكون نوع السمنة اللي انتي مستخدماها في وصفة الكحك تكون كويسة جدا، ايا كانت سمنة ايه، سمنة جاموسي، سمنة بلدي، سمنة هولندي، اي نوع من انواع السمنة بس تكون كويسة جدا وجودتها كويسة. هنبدأ بقى في الوصفة. معايا 600 جرام من السمنة، هقدحهم على نار عالية. هقدحهم يعني هخلي السمنة تغلي على النار، عشان لو محدش عارف يعني ايه نقدحها. بدأت تسيح اهو، ودي شكلها بعد خلاص مساحت تقريبا. خلاص كده هي ساحت خالص. بحاول اوريها لكم. بعد خلاص ما حسيت ان السمنة سخنت شوية، هضيف عليها كوباية من الزبادي. بضرب كوباية الزبادي مع بعض كده بالمعلقة، وده المكون اللي هيخلي الكحك خفيف على المعدة وتاكلي منه، تقدري تاكلي منه كذا واحدة. خلاص بعد ما ضربت كوباية الزبادي دي تقريبا 70 جرام. وانتي بتحطيها خلي بالك، خلي وشك بعيد شوية عن السمنة، علشان اول ما بتحطي الزبادي على السمنة معاكوا اهو. دايما خليكي بعيدة وانتي اثناء ما بتحطي علبة الزبادي. الحتة السوداء اللي في السمنة دي من علبة الزبادي، ما تقلقيش منها، مش ترميها يعني، هي كويسة عادي نشتغل بيها. لو قلقانة منها ممكن تشيليها عادي. هسيبها بقى على نار عالية. انا لحد دلوقتي هي السمنة على نار عالية، هي بتاخد مثلا وقت يعني على ما تتقدح، بس ما ينفعش تسيبيها على النار وتسيبيها علشان مش تتحرق مني. هفضل سايباها على النار لحد ما الفوران ده يقل خالص ويروح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة تكوني واقفة جنبها علشان ما تتحرقش منك. هو الفوران بيقل واحدة واحدة لوحده. اول ما الفوران خلاص يخلص تقفلي عليها. خلاص كده انا قفلت عليها. ده شكلها بعد ما قفلت عليها بتكون بالشكل ده. هنقلها بقى في طبق تاني علشان تبرد، عشان ما ينفعش احط ايدي فيها وهي لسه سخنة. فهنقلها معاكم في طبق تاني، او ممكن تسيبها في نفس الحلة تبرد براحتها، بس عشان انا كنت مستعجلة يعني فكنت عايزاها تبرد بسرعة. بضيفها معاكم اهو في طبق. انا على فكرة ضايفة الطبق، يعني الطبق كان محطوط على البوتاجاز، بس الطبق مش مولع عليه خالص، انا بس حطاه على البوتاجاز. كنت بصفي يعني بصفي السمنة معاكم. هسيبها بقى لحد ما تبرد، لحد ما تبقى درجة حرارتها كده اقدر احط ايدي فيها وابس السمنة مع الدقيق. معايا بقى دلوقتي كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح للكيلو. طبعا حتى لو هتزودي المكونات ضعفيها، يعني مثلا لو عايزة تعملي الملح هتحطي هي نفس الرش. وبعدين ضفت معلقة كبيرة من السمسم، وهقلب البيكنج باودر ورشة الملح والسمسم مع الدقيق.
ودلوقتي بقى هضيف معاكم السمنة. هضيف نص مقدار السمنة، نص مقدار السمنة، وهقلبها معاكم بالسباتيولا بمعلقة بايدك. على فكرة هي مش سخنة قوي. هنا انا سبتها لحد ما حسيت ان ايديا اقدر ادخل السمنة ودي بايديا فيها يعني. انا بس قلبتها بالمعلقة علشان كنت لسه هحضر معاكم الخميرة، يعني لسه هحط لبن على الخميرة. اقلبها معاكم بالمنظر ده. مفيش اسهل ولا اطعم من الكحك ده. اتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات. هستنى منكم تعليقاتكم اللي دايما بتسعدني. هنجهز دلوقتي الخميرة طبعا دي خميرة عادية. في ناس كتير بتعمله بخميرة فورية، بس مفيش احلى من الخميرة العادية في الكحك البلدي. يعني الكحك الفلاحي دايما معروف بيتعمل بخميرة عادية. يعني لو متوفرة عندك يستحسن او يفضل ان انتي تشتغلي بيها، هتحسي بنتيجة افضل. معايا كوباية من اللبن دافي وليس ساخن علشان ما يموتش الخميرة. ومعايا معلقة كبيرة من السكر هضيفها مع اللبن والخميرة، وهحاول ادوب الخميرة مع اللبن والسكر. ادوبها لازم تدوب في اللبن. الخميرة دي بقى بتدي طعم للكحك تحفة جدا. لو متوفرة عندك يفضل تستعمليها، تاخدي منها مكعب كده للكيلو. طب لو مش متوفرة خلاص حطي بقى معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. بس يفضل انك تدوري عليها، يعني لو هي موجودة تستعمليها، بتدي نتيجة افضل من الخميرة الفورية. خلاص كده شكلها. هغطي عليها واسيبها تختمر. دلوقتي بقى ببث معاكم السمنة مع الدقيق. طبعا انا ضفت نص مقدار السمنة. ببثها معاكم. وطبعا ممكن تضيفي ريحة كحك، ممكن تضيفي محلب، ممكن تضيفي معلقة صغيرة فانيليا. انا نسيت اضيف معلقة صغيرة فانيليا، هضيفها يعني كمان شوية في الفيديو لان بجد نسيت. بس لما تيجي انت تضيفيها ضيفيها مع المكونات الجافة، يعني الدقيق مع البيكنج باودر والملح، حاولي تضيفيها يعني معاهم، بس انا نسيت. دلوقتي ببث معاكم نص مقدار السمنة مع الدقيق. الدقيق طبعا ده محطوط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، محطوط عليه برضو رشة ملح، ومعلقة كبيرة من السمسم. السمسم متحمص، يعني ما ينفع ما تحطوش ني، لو عندك ني حمصيه وحطيه. طبعا عملية البث دي بتفضلي تبثي لمدة ربع ساعة، او اول ما تحسي ان خلاص ان الخليط السمنة والدقيق خلاص دخلوا في بعض وبقوا حاجة واحدة، خلاص بقى كده بتوقفي بس عملية البث دي مهمة جدا علشان بتدي طراوة للكحكاية وبتخليها ناعمة معاكي ودايبة دوب. دلوقتي بعد ما بسيت نص مقدار السمنة مع الدقيق، الخميرة دلوقتي خلاص اتفاعلت مع اللبن والسكر. هضيفها على الدقيق. هي ما بتفورش زي الخميرة الفورية، هي بتبقى كده يعني مش بتعمل فوم كده زي الخميرة الفورية. لا، هي الخميرة البلدي هي بس بتدوبيها مع اللبن وخلاص وبتضيفيها بعدها بعد ما تبسي طبعا النص المقدار السمنة مع الدقيق. وطبعا انت لو عندك الخميرة العادية البلدي دي طبعا لازم تكوني حافظاها في الفريزر، ما ينفعش تحطيها في التلاجة مثلا، لا هتبوظ. تحفظيها في الفريزر، تحطيها في شنطة وتقفلي عليها كويس جدا، ودايما حطها في الفريزر. تاخدي منها مثلا معلقة على قد استعمالك وترجعيها تاني الفريزر، ما ينفعش تسيبيها برا الفريزر خالص.
وما ينفعش تسيبيها في التلاجة، تحفظيها دايما في الفريزر، يعني لو عندك كمية كبيرة مثلا. وطبعا الخميرة العادية ديت ما تجيبيش منها كميات كتير، يعني حاولي تجيبي منها وتخلصي اول باول، يعني على قد الوصفة. طبعا انا زي ما قلتلكوا انا نسيت احط الفانيليا مع المكونات الجافة، فبضيفها دلوقتي مفيش اي مشاكل يعني، حتى لو انت نسيتي. دلوقتي بضيف النص التاني من السمنة. جربوا بجد الطريقة دي هتعجبكم جدا. انا بضيفها معاكم واحدة واحدة، وانا مجرد ان انا بمزج المكونات مع بعض، ما ينفعش تعجني علشان الجلوتين. انا مش عايزة العجينة فيها عرق، علشان دي كحك. مجرد بس بتمزجي المكونات مع بعض، ما ينفعش تعجني خالص. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم جدا. ولو جربتوا الوصفة ما تنسوش تقوليلي رأيكم فيها في التعليقات. دلوقتي بضيف مقدار السمنة واحدة واحدة، واحاول اوزعه، اخلي الدقيق يتشربه. لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. ودوسوا لايك وشير كتير للفيديو علشان تشجعوني اعمل وصفات جديدة. ودايما متابعتكم هي اللي بتسعدني وتشجعني ان انا اعمل وصفات باستمرار. خلاص كده انا يعني حاولي تعجنيها زي ما انا بعجنها كده. انا بس بحاول اخلي الدقيق يشرب السمنة مش اكتر. خلاص ضفت بقى الكمية الاخيرة من السمنة، واحاول امزجها خلاص كده لميت العجينة بالشكل ده. العجينة كده جاهزة. اول ما تيجي تكوريها وتدوسي فيه وتعملي فيها فتحة كده، لو ما شققتش يبقى العجينة كده جاهزة. دلوقتي بقى هلفها بالاسترتش راب في مكان دافي لمدة ساعة. لو مش متوفر عندك استرتش راب ممكن تلفيها بفوطة او تحطيها في شنطة وتحطيها في مكان دافي. لو عندك دولاب تخمير مثلا تحطيها في فرن البوتاجاز. دلوقتي ده شكلها بعد مرور ساعة. هي ما بتخمرش وما بتزيدش، العجينة ما بتخمرش ولا بتزيد في الحجم عشان ده كحك. هي بس بنسيبها ترتاح. والغرض ان احنا بنسيبها ساعة ان هي ترتاح، العجينة ترتاح مش اكتر. بصوا شكلها ناعم ازاي. بمجرد ان انتي بتكوريها جاهزة دلوقتي للتشكيل. دلوقتي هجهز معاكم الملبن. الطبق اللي فيه نشا، جبت طبق فيه نشا وبحط ايدي فيه او صوابعي فيه علشان حاولي تعملي الملبن ما يلزقش في صوابعي. البلية مثلا حاولي تصغري الملبن علشان ما يخرجش برا العجينة. خلاص كده بعد ما خلصت كمية الملبن اللي انا هحتاجها، طبعا الكيلو دقيق بيحتاج نص كيلو ملبن. خلاص كده انا دلوقتي بدخل الملبن، بعمل حفرة في العجينة وبكورها، بدخل الملبن واكورها وبعدين بشكلها قصادكم بالبصامة. بصوا شكلها جميل ازاي ومنمق، شكلها تحفة جدا، ولا الطعم تحفة تحفة. هتجربوا ان شاء الله الوصفة وتعجبكم جدا. طبعا انا كنت وزن العجين ده، حاولي ما تكبريش العجينة، يعني مثلا اعملي الواحدة 25 جرام علشان انتي لسه هتحطي فيها ملبن عشان ما تنفش معاكي والعجينة تبقى كبيرة. بصوا شكلها جميل ازاي، تحفة جدا.
شايفين؟ دي واحدة كمان انا عملتها، هعمل معاكم واحدة كمان. بحاول افرد العجينة والمها واحط الملبن والم العجينة على الملبن بالشكل ده. حاولي ما تكبريش قطعة الملبن علشان تساعدك في التشكيل. وبعدين بكورها كويس جدا، وبعدين حطيتها في الصينية عشان ابقى بصمهم كلهم مرة واحدة. بس في الاول كده مثلا حاولي تعملي واحدة وتبصميها. لو العجينة شققت معاكي قوي يبقى هي محتاجة معلقة سمنة، ممكن تضيفي لها معلقة سمنة او معلقتين لبن. لو مظبوطة خلاص ما تضيفيش، وده طبعا على حسب نوع الدقيق اللي انت مستعملاه. انا عجينتي ما احتاجتش اضيف لها سمنة ولا لبن ولا اي حاجة. انت ممكن تحتاجي ممكن لا، على حسب ما انت عايزة. فانت في الاول كده الحقي الامر، بدل مثلا ما تشكلي صاج على بعض وترجعي تهديه تاني. خلاص كده خلصت التشكيل، خلصت ان انا اكورهم. دلوقتي هشكلهم معاكي. البصامة اهي، بوريكي شكل البصامة يعني. بصوا شكلها حلو ازاي. حاولي برضو تضغطي وبحيث برضو الملبن ما يخرجش برا العجينة. وده شكل اول صاج انا شكلته معاكم. طريقة تانية للتشكيل، دي مكنة بتشتريه، او ده شكل بتشتريه، اشكال بتشتريها من عند محلات مستلزمات الحلويات. وطبعا بعد ما كورت العجينة وحطيت فيها الملبن بتضغطي بالمنظر ده وتسحبي وانت بتضغطي المكنة، بتسحبي وتشيلي الشكل من عليها بكل سهولة. ممكن تستعمليها في الكحك، في البيتيفور. المكنة دي بيجي معاها كذا شكل، بيجي معاها 6 اشكال ومش غالية خالص. بعمل معاكم واحدة كمان. وانتي بتضغطي برضو حاولي تخلي بالك ان انتي حشيها ملبن. بتطلع، شفتوا ازاي بتطلع بكل سهولة، وفي الاخر هيطلع شكلهم تحفة جدا. وعملتي كحك بشكل جديد بمكونات سهلة جدا وبسيطة، وهيفضل معاكي الكحك ده اطول فترة ممكنة، ناعم وجميل ودايب. اعملي بس نفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها وبنفس المقادير، وان شاء الله تاخدي نتيجة كويسة، وكل البيت هيفرح جدا. وحاولي تخليهم يشاركوا معاكي ويعملوا الاشكال دي معاكي، بجد هيفرحوا جدا. وكمان الكحك بيعمل فرحة كده في البيت وريحة المخبوزات عموما. وده كده ده صاج تاني انا شكلته. ولما تيجي تسويه ابدأي التسوية بأول صاج انتي عملتيه. شايفين شكله حلو ازاي وفضل محتفظ بنقشته. طبعا بتدخليه الفرن على درجة حرارة 170 في نص الفرن، وبعدين بتسيبيه من 10 دقايق لربع ساعة وممكن اقل. وبالنسبة للناس اللي ما عندهاش ارقام في البوتاجاز بتاعها، حطيه على نار متوسطة. وبرضو بعد كل صاج وصاج، يعني مثلا حاولي في الصاج التالت كده تهدي درجة الحرارة، لان الفرن بيبقى سخن خلاص. حاولي تهديها طبعا ل150. ممكن تفتحي عليه الشواية من فوق تديه لون خفيف قوي، وممكن ما تقيديش عليه الشواية وتكتفي بتسوية الفرن.
ده على حسب بقى ايه الشكل اللي انتي حباه. انا بحب اديله لون من فوق في الشواية، من الشواية فوق شوية. ده شكل الملبن، هو مستوي بس انا بوريكم الملبن يعني مسحش جواه، لسه محتفظ بقوامه. اهم حاجة هو في الفرن دايب دوب ازاي، تكوني جنبه وتشوفيه كل شوية، وحاولي تديري الصينية اللي انتي حاطه فيها. ممكن تزينيه طبعا، تضيفي عليه سكر بودر بس بعد ما يبرد تماما. ممكن تقدميه من غير سكر علشان بودر، احنا حاشينه ملبن. وبكده تكون انتهت وصفتنا للنهارده. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش لايك وشير كتير للوصفه. واذا انت اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.